5200 في 10 52000 تقدر تربحها في 15 حتى ل 20 دقيقة. وهذا الربح يقدر يتضاعف بشكل كبير في اوقات محدده. لا ماشي البورصه، لا ماشي حتى مواقع البيتكوين. هذه التجاره هذه ما فيهاش الخساره نهائيا ومضمون فيها الربح 100%. وهذا الضمان هذا موثق في اعظم كلام واعظم كتاب على الاطلاق. اجيو تشوفوا معايا شنو هي التجاره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحزب الواحد فيه تقريبا 5200 حرف، وحزب تقدر تقراه في 15 إلى 20 دقيقة، وهكذا تقدر تكون على الأقل ضمنتي 52,000 حسنة. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه التجارة هي تلاوة القرآن، والضمان من عند الله تعالى في كتابه الكريم. وكثر من هذا الشيء الله كيوعدك أنه غيوفي لك الأجر ديالك، والوفاية ديال رب العالمين وأكرم الأكرمين ما يمكنش تخطر على البال ديال شي واحد. بلاتي ماشي غير هذا الشيء، تلاوة القرآن عندها فضائل كثيرة بزاف. اجي نشوفوا البعض منها. اللي كيتلو كتاب الله كتنزل عليه السكينة وكتغشاه الرحمة وكتحفو الملائكة وكيذكروا الله في من عنده. اللي كيتلو القرآن ضرب به الرسول صلى الله عليه وسلم المثل كالأترجة اللي واحد التمرة طيبة الطعم والرائحة وحسنة اللون وعندها منافع كثيرة. القرآن كيجي شفيع لصاحبه يوم القيامة. القرآن رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة، حيث يقال لصاحبه يوم القيامة: ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. تلاوة القرآن تستحق الغبطة من المؤمنين، حيث جاء في الحديث النبوي: لا حسد إلا في 2، واحدة منهم رجل يتلو آيات الله آناء الليل وآناء النهار. القرآن يحفظ صاحبه في الحياة الدنيا. سورة التين كاين: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. وقال ابن عباس ترجمان القرآن: إلا هم الذين يتلون القرآن. القرآن أمان من الغفلة. جاء في الحديث النبوي: من قرأ في ليلة 10 آيات لم يكتب من الغافلين. كيف ما أن القرآن خير من أمور الدنيا كلها، كما كتشوفوا هذا الحديث اللي أمامكم أن تلاوة آيات من القرآن خير من أي تجارة تقدر تحققها في الحياة الدنيا. جاك هادشي كتير؟ لا ما كتير والو. اجي تشوفوا شنو قالوا السلف الصالح على هذه العبادة باش تزيدوا تفهموا السر ديالها. قال خباب بن أرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، فلن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال الحسن البصري: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر عباده. على الزعم ربي عطى لهذه العبادة بالضبط هذا الفضل هذا كامل؟ راه من فضل الله والكرم ديالو علينا أنه رغبنا في عبادة اللي فيها مصلحتنا وكل خير لنا. القرآن هو النور اللي كيضوي لنا الطريق ديالنا، والمرشد اللي كيعيننا باش نوصلوا بلا ما نضلوا فيها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. القرآن فيه راحة نفسية وطمأنينة للقلب. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن هو اللي كيقوم السلوك ديالنا ويكسبنا الأخلاق اللي خصنا نتعاملوا بها، كما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، كيف ما جاء في كتاب الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن هو معيار التفاضل بين الناس، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وغيرها الكثير من الفضائل اللي ما يمكنش نذكرها بدقائق معدودة. ولكن باش نختم، إلا كان شي أمر عارفين فيه هذا الخير هذا كامل، واش ماشي خصنا نداوموا عليه ونستغلوا أي فرصة باش نفوزوا بالخير ديالو؟ ما تنساوش تبارطاجيو الحلقة وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على حبيبك خير الخلق كلهم.